تعرف عايز حاجة شنو؟ ناس حاجة. انه كتاب قانونية مع السوشيال ميديا. والله العظيم كان يوجع بيا الوقت انا. اه. والله نكمل هكا ما نعملش كيفك. عليه؟ فدلك ما والله حلوة فاز انونيم، انك تبدا تتصرف على طبيعتك كانسان. سبحان الله ريت احنا حتى ولو اللي ظهر وجوهنا سيرتو اه. باللي باش يكون ساعات تجي لقطات ماكش باش تصرف كانت حتى في الدنيا. حتى انا مثلا عندي شويه هبله كي في الدنيا ولا كي ساعات قدام الكاميرا تجيني فترات لازم نكون كونتر. كان جيت انونيم ولا عمل لوك اخر ولا فاز. ايه باش تعطيني 100% متاع هو برسا يعني مشي واحنا للنيجاتيف خاطر انت العباد هيك ماذا بيها تعرف عليك كل شيء فاهم. انا تو بار اكزومبل علاش انا مساعدتني انه باش نكون انونيم خاطر انا نخدم البرا وعندي علاقات مع البرا مع ناس اخرى فاهم. يعني انا كالعلاقات هذيك تنجم هي السوشيال ميديا تاثر عليها. ومن السوشيال ميديا شكون باش نتركتي انا باش نتركتي هيك العباد اللي تحب تتبع فلان على خاطر عنده موضوع باش نتركتي هيك البنات باش نتركتي هيك ما نعرفش انا شنو فما وندخلوا في متاهات كبيره برشا. دونك انا عرفتك اللي حبيت نفصل حياتي الخاصه الشخصيه على حياتي انا على السوشيال ميديا خاطر على السوشيال ميديا انا ما كلام تاع العباد يجي نطيش لك فكره برا انسان انتج ولا امورك ولا اللي هو وبعد تك نسكر البي سي ونمشي على روحي نرجع لحياتي العاديه فهمت ما نقلقش روحي برشا كونتر برشا عباد تصنع مشاكل لرواح وتحكي في مواضيع اصلا هي ماهيش عايشتها المواضيع هذيك ولين العباد باش تاخذ عليها فكره ندركي فيه. فما عبيد في السيتياسيون نتاعك مثلا كي تبدا انت بانونيم ولا ماكش مظاهر وجهك ولا كي. فما عبيد زاد تغزب لها بنظرة ضعف شخصية ما يحبش يوري روحه شكون باش فهمت مش كيما خاطر ظهر وجهك العباد الكل تعرف كيما انت تبدا معروف اما العباد ما تعرفش وجهك. هي البوان الفور في هذيك انه انا ما يعرفني حتى حد مش كستيون ضعف شخصيه بالعكس حتى يعني في الريل لايف معناها عايشها كيما هي فاهم. خاطر كان جيت انا مانيش انا كيما انا راهو طلع واحد من حومتي ولا حكي موضوع ولا حرقني في موضوع فاهم. كونتر العباد تعرفني انا شنو في الدنيا دونك ما تستحقش. انت بيتك مره ظهرت وجهك اه. فيديو مره قررت انك تظهر وجهك كي ومن بعد الفيديو تفسخ بعد فتره صغيره. شنو جاك في مخك انك باش تهبط الفيديو وتظهر وجهك وبعد تنحيه؟ هي الحكايه وما فيها شنو انا كنت نعم في موضوع خايب برشا فاهم. يعني كنت في ريلاسيون كريلاسيون هذيك وصلت وليت توكسيك بالتهديد تو انت نمشي نحكي بيك العباد انت شكون وكذا يعني وصلت حبت تمسني في حاجه انا نحب شيخ عليها فاهم. وانا ما كان تاع العباد كنحسك شاد عليا السماء لا تطيح ما يهمنيش انا نطيش روحي فهمت المهم ما تاكلنيش انت ما تحرقنيش. مختصر الحديث حياتك تكون مريقله اللي تدخل فيها طفله. معناها ندور نرجعوا للبنات هذه الحكايه ديجا حكيت مع اخوك صغير الموضوع رد بالك تعرس. صحيت هاكا حياتك تكون سافا ماشيه 100% تدخل في حياتك طفله يتيح كل شيء في المية تعاود من جديد يلا. شبيك نقص ديريكت لهنا يا اخويا عندك حاجه كي مقلقتك وانا عرفت انا انت خاطر جبته قلت لك موضوع انت كنت حياتك مريق لما ما ايه هبطت فيديو سالتك علاش هبطت الفيديو قلت لي صارت ريلاسيون ما انا علاش حياتك انت تبدا كي تدخل بعضها وتبدا تبدل في حاجات كي تدخل طفله في حياتك. ايه ما سا ديبون انت والطفله شكون ولا كيفاش تعيش ولا كيفاش تربي. انا انت حطيت روحك في مع عبيد غلطه وحطيت روحي مع عباد غلطة عبادك اللي كتراكتي تعمل في حاجة يمشي في مخها حاجة أخرى جملة خاطر هي أول ما عرفتني من الأول في بالي أنا لابس عليه وندز في الفص بالبالا من اليوتيوب. ولا سابت لي سابت لي لقطه هنا بيدي في تعرفت على طفله نحكي عادي جبدت لي موضوع قالت لي تاكل في برشا زلعات من البنات. قلت لها بتفادلي قلت لها ما يصيرش ناكل فيهم زلعات بنات البابا يزلعوا فيا وبنات بلادي يجيو ورايا. قالت لي علاش يجيو وراك ما على خاطر فلوس. انا فلوس قلت لها. عطيتها كلمه بعد من غير مسموحه في التلفز. يعني خلاص القول العباد مش بالله اللي انت لاباس عليك من اليوتيوب. العباد تحكم عليك على اللي تشوفه فما خفيه وراك مش انت عيل سوفي ما نعرفش انا عندك برشا نومبر فولورز ولا معروف ولا حكايه معناها انت راك لاباس عليك وراك متهني ولا راك فرحان وفهمت نجم يكون عكس هذيك. لازمك تفرق بين السوشيال ميديا ولا ريل لايف. فهمت عليش انا اخويا انونيم مالا. فهمتك علاش انونيم. انا نعرفك ماكش انونيم مليح محسوب تتخرلي بيه هيك فست عمي تتخرلي بيه التو ما زلت تدور هذيك ضربت صاحبي على السوشيال ميديا. ميم هذيك ولات لي ولات لك ميم فما عباد كي تهز حاجه ما تعطيش كريديتس لك الانسان هذاك اللي عملها هو ولا اللي صارت معاه. عادي ماكش مسامح ولا مسامح. عادي 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 في دي موهبه ضايعه هذه تتسمى ضايع مني. هم فما كونتو تيك توك اللي كانوا معروفين ويهبطوا في فيديوهاتي انا وانا ما عنديش تيك توك حتى برشا عباد يجوني يقول لي مش انت بتاع تيك توك ما عنديش تيك توك ما نهبطش فيه يمكن حتى يهبطوا فيديوهات يعني خلاصة القول
التيك توك هو بلاتفورم سهله انك باش تنجح فيها. سهلة انك بزيادة باش تفشل فيها. تي مو انت عندك معناها برسبكتيف باش تعيش بيه، فاهم؟ عندك بوليسي لازمك ما تخرقهاش القوانين هذيك والقواعد والسياسه نتاع الموقع هذاك، فاهم؟ معناها ذاك شنو هي الريزون اللي ما يخليكش تتحرك. نعرفش والله بالضبط، انا بيدي مش فاهم الحقيقه برنسيب التيك توك شنو. انا ساعات يبانيوني مثلا على فيديوهات يقول لك مثلا نعرفش فيهم حاجات غير اخلاقيه ولا سبين ولا فازه ولا هو. كون ساعات يعرضوني لايفوات تاع عباد معروفين بالكدا يحكيو. ما هو التيك توك ما يساعدهمش، فهمتني؟ انه واحد عنده ميمر شويه باش يحكي على المواضيع هذيك، فاهم؟ خاطر الاخرين ديجا عندهم عباره دوسي معبي، فهمت؟ عنده برشا نوامر، دونك اذا كان هو باش يبانيو باش يخسروا برشا يوزرز، يعني خاطر فما برشا عباد تتبع في الفلان هذاك على الابليكاسيون هذيك خاطر هو الفلان هذاك. يمكن زاد حتى انا كي مشيت مش مباني معناها عندي 100 ولا 200 ابوني، فما اقل كونت يمكن فيه 50,000. اي يعني هو سهله كتعمل كونت تولي تهبط في حاجات هكاك باش يطلع تك تك، على خاطر تيك توك يريكومندي الفيديوز نتاعو للعباد الاخرى الانترستد بك الحاجه اللي هما حابين يتفرجوا فيها. مثلا انت عملت فيديو تقص في لوحه، بقيت انا نتفرج فيها 30 سكوند، يجي مثلا ميدو يعمل فيديو زاد هو يقص في لوحه، انا كتيك توك ولا كتيك توك هو بيدو معناه باش يجي ريكومندي الفيديو هذيك، فهمت؟ خاطر نفسها خاطر ميم كاتيجوري، فهمت؟ ملخص الحديث في التيك توك. شنو رايك في التيك توك انت علاش انت ما تعبطش في التيك توك؟ علاش بتخدمش على التيك توك؟ هكا يدخلوا برشا فلوس. التيك توك راهو مخلط، انا نغزر له كنظرة الابليكاسيون الحقيره عباره داخل دار دعاره، فهمتني؟ باش يعرضوك برشا تشش. يعني انت كي تتبع في المساطه وتكون انسان ماسط ساعات تدخل تيك توك بتبيع باش يعرضوك حاجات مقعولين، فهمت؟ ونحترم يعني راي اي انسان ولا اي موضوع انسان يعمل فيه. حاسيلو تيك توك بلاتفورم سهله برشا، اما اسمعني، اما خير تجعدر روحك في السوشيال ميديا وتدخل فلوس، ولا تخرج للريل لايف تخدم وتدخل فلوس وتعمل كونتاكت وبزنس مع بيت برشا. في وقتنا تو حتى السوشيال ميديا تسمى تابعة للريل لايف، خاطر اغلبيه العباد قاعده تو تخدم اونلاين وقاعده خدمتها بس كلها اونلاين، من الايديتورز من برشا فازيت دونك فيهم. باهي احنا كي ندخلوا مثلا في الاونلاين، خلينا من الانفلونسرز خاطر عارفينهم هذوكم فاش قاعدين يعملوا، هو احنا كان نستغلوا السوشيال ميديا والديجيتال في حاجات تنفع ممكن خير، فاهم؟ خاطر توا برشا عباد ولا تعمل في دي سيت اي كوميرس، برشا عباد تحل في بوتيكات اون ليني، برشا عباد عامله باجات وتبيع فيها، هذيك عرفت كيفاش تستغل السوشيال ميديا. بينما يا خويا عباد اخرى باش نحكي لك يعني نشوفها موضوع زايد انا، فاهم؟ اذا كان انت باش تدخل في اي دومين وماكش باش تدخل منه فلوس وعارف روحك باش تصبر تاع 5 سنين، علاش انت ما تعملش صنعه، فما تخرج تتحرك على روحك واللي يجيبوا النهار خبي شطره رجع راس مالك وخلي طرف مربوح وطرف مربوح الاخر خبي، بعد بشوي بشوي المكابيتال واعمل انت الحاجه المغروم بها وعملهم من باراليل، كي تنجح الحاجه المغروم بها فازي اتركها المهنه هذيك. يعني قلت لك تو راك تحكي انت نعرفش انت كاكسبيريونس تاعك انت اللي عشت بيه ولا انت اللي تحب تعمله، مش ناس الكل تخمم كيفك ومش ناس الكل عندها اوبجيكتيف كيفك وكل. فما عباد سبحان الله، فما عباد مش مغروم اصلا بالسوشيال ميديا جمله، دونك اوبليجي عليها تخدم البرة كيما اي عبد. وفما عباد زاد نعرفش انا مغرومه ما عندهاش الامكانيات انها باش تبدا، ما عندهاش تليفون بي، ما عندهاش بي سي، ما عندهاش حاجه. هي العباد هذيك اللي ما عندهاش فهمت وتحب تبدا، هذيك هي نفسها العباد اللي تبكي وتتشكى ورهنا في تركينا وما عنديش برا خويا وانتج على روحك فما جيبهم. زاد عبيد انه راهو نعرفش انت داخل ما عرفتش تتفاهم الدومين، انه مش اي حد راهو ينجم يقف قدام كاميرا ويحكي. باش تشوفوا برشا عبيد وش تشوفوا برشا شنية باش يتفرج فيك هذاك وباش يعلق عليك هذايا وباش يسبك هذاك. انت ساعات واحد يسبك في الدنيا تقلق قال لي مثلا في كومونتيرات يسبوك 10 من الناس، انت فما عبيد مش كيما انا مثلا استانست ولا نقد ولا فازيت ولا ما نقراهمش الكومونتيرات كيما واحد اخر. فما عبيد تركز مع الحاجات هذوك وتولي زاده نفسانيا تعب الحكايه، خاطر مش سهله رايش في بالك انت باش تحط كاميرا سي بون معناها باش نجم تحكي كي اليز وكيما في حياتك طبيعي. انت بار اكزومبل ساعات اي واحد تجي تصور تصويره ليك ما تصورش انك تصويره باش تنجح معك من المره الاولانيه، اي انسان راه باش يعاود زوز ثلاثه مينيموم ولا بعدين تجي تصويره. ريتك كيفاش تغزر لها تو في المنظور هذا، اجا نعطيك انا كيفاش نغزر لها. بيه جبدنا توا حكايه التصوير، فاست التصويره كي تصور انت تصويره تعمل سيلفي ما تعجبكش تعمل واحده اخرى تبدل البوزيسيون هذاك هو بيه. ريت العين نتاع الانسان مش كيما الكاميرا، خاطر فما كاميرا دي زونغل معينين تخرج لك وجهك الديتاي كاملين كيما هو مريقل ومستوي سيمتريك وجو بيه، بينما كي تشوف انت اونغل اخرى ما تمشيش صحيحه. بون هنا يا خويا ننطلقوا في رحله انه فما عباد تقرا النقص في رواحها، فهمت؟
درك كيفاش تولي تحس. يعني انا حبيت نوصله لك انه راهو فما عباد زاد ماش ما تنجمش تصرف على طبيعتها، ما تنجمش تحكي مرتاحه قدام الكاميرا. مثال هذاك اكزومبل اللي جعطي تتصور انك كتصويره مثلا باش تعاودها زوز اقل حاجه 3 4 مرات باش تختار واحده منهم وتهبطها، فما بالك انك فيديو. ايه فهمت؟ فما بالك فيديو تصور عادي، يبدا تصور فيديو من بعد ما يعجبكش ولا ما ضربتش فيه بالكدا ولا حكي. دونك لازمك تكون عندك شخصيه قويه وعارف ايش تعمل بالضبط قدام الكاميرا، خاطر ماهيش سهله راك انك تقف قدام كاميرا وتحكي والشخصيه القويه ذيك كيفاش تتكون؟ هذيك انت خويا وشخصيتك، فهمت؟ هذه انت متفاهمين. ولا لي زيكسبيريونس اللي تعديت بيهم، انت كيفاش تعربيت، انت يعطيك الصحه. انت والعائله نتاعك كيفاش. مع احتراماتي فما عباد تربيو اللي والديهم كابسين عليهم شويه وما يخرجوش من الدار وتربيو طفوله اللي ما يعرفوش. انا واحد من الناس نلعب في الحومه، نطلع نقيدي حومه شعبيه كل، فما عباد ما عاشوش كيفنا. يمكن زاد تجي صعيبه انه باش تكون عنده شخصيه قويه اللي يواجه بها العالم. فهمتك. هي كيفاش ينجم هو يقوي شخصيته، يعني يعطينا حل كيفاش الانسان هذاك اللي ما عندوش شخصيه باش ينجم يقف قدام كاميرا ولا يعمل كونتينيو باش يوصل يعني ما يقرش النقص في روح. لازم تحسن من شخصيتك انك بالخلطة تحدث، تفرج في عبيد، تنسبيري من عبيد، تشرشي على يوتيوب عبيد كيفاش تحكي. لازم تبقج روحك باش تعمل شخصيتك، مش بتعمل شخصية انت كنت قاعدة كيف فجأة تنقم تعمل شخصية. فهمت؟ هذه بالنسبة احنا بار كونتر. انا من الاول الحكاية كانت تقلقني شوية الكومنتاريات وفازيت لما حالة تعرضت شوية نقد كي من الاول. اي واحد يمكن كان جات عنده شخصية ضعيفة تو ينسحب ولا يتأثر. اما ليه هذيك هي معناها كي تبدا واثق من روحك وعارف ايش تعمل، ما يهمكش في راي العباد، وانك تفهم انه هذيك حاجة من الجيم. الدنيا فيها بي والخايب، كيما قدام الكاميرا راك باش تعرض البي باش تعرض الخايب. اكزاكتلي. مبروك نقصت بيا في برشا مواضيع فاهم، وانا بطبيعتي مشي لي كي شويه دونك عرفت ايش عمل، دخل في 3000 موضوع فهمت. وانا كيما ترى نتاع بر الصدريه، انا توا عباره ما زلت في بر الصدريه خويا، هو فهمني خلط وسط البلاد غاديك يركع انسان كيفاش ينجم يقوي شخصيته ماركة عمر 18 19 20 اللي هو. انا من رايي الشخصي بالطبيعه انه باش تقوي من شخصيتك برا امشي اعمل اصحاب جدد. راهم اصحاب الانترنت ما مش ينفعوك بحتى شيء، خاطر ديجا هي الانترنت راهي كذبه. لازم انت تحب واحد عرفته في جيم ولا عرفته في ديسكورد ولا في اي موضوع اخر، في بالك اللي هو عايش عيشه بالرسمي، هو يطلع مش عايش عيشه بالرسمي جنب انت اوتوماتيكمون باش ينفلونسي عليك بالخايب. تولي ندري كيفاش الانرجي نتاعك باش فما برشا حاجات زايده باش تخمم فيها. برسا لازمك تخرج للدنيا، تقابل العباد، انسان كيفك كيفه، تحكي تبارتاجي ليدي نتاعك. هذاك ما تفهمتش انت وياه، شوف عباد اخرى، شارك في الكلوب، امشي ترينا. اذا تدخل انت خويا لهني في الحاجه. انا بار كونت الشيء اللي تحكي فيه ما نجمش نعمله. انا مانيش سوسيابل في الدنيا، انا انسان انك ما نحبش خويا نقابل برشا عباد، ما نحبش نخابط لا في نوادي، ما نحبش الكامبينغ، ما نحبش الخروج. كيما اذا بين نعيش حياتي كامله خويا في بيت، اعطيني بي سي واحد. يا انسان ركز معايا، انا اعطيتك اكزامبل، إيه كل انت واحد تحكي. وكيفاش الفرصه نتاعو باش يعملها. فنجم تخرج مع ولاد حومتك تتحرك، بينما مثلا انسان يسكن في حومه ندري كيفاه ما فيهاش عباد فاهم، باش يمشي هو تك لازم يدخل الكلوب ولا يشوف حاجه كيما هكا. يعني اعطيتك انا الروح نتاع الهدره، لازمك تخرج تقابل العباد، ما يهمش كيفاش ولا وقتاش ولا اللي هو، كل واحد وعنده الطرق نتاعو. هذا انا اللي حبيت نوصل معناها. مش كيما انا بون بريس كيف مش كيما انت، كيما واحد ولد حي النصر ولا ولد المنزه ولا ولد سوسه ولا ولد بنزرت ولا فما تفرق البلايص. جيب لي انت واحد ما لفاهاش مثلا جي نقل جديد غاديك ما عندوش ولد حومه، كيفاش باش يخرج يقابل العباد؟ ما هو الحكايه باش يمشي للصاله، باش يجي واحد في الصاله يقول له صاحبي تخدم بالغلط، وبعد تولي كوميتا فهمت، وبعد يدخل في جو نتاع ولاد الصاله ذيك وتولي مواضيع اخرى. مثلا نقولوا انت لهنا بطبيعتك انت عندك ولاد حومه، هذاك باش يعرفك على ذاك وذاك باش يعرفك على ذاك، وقتها تولي تبلدي في الثقه نتاعك فهمت، اللي انت تنجم تكومونيكي مع العباد من مختلف الثقافات ومن مختلف التخمام ومن مختلف كل شيء، كسوا انثى ولا ذكر. صحيح في اللي معاك. انا بالكونت كان صارت لي الفازه هذه توا اني تو باش نطلع في العمر هذا نخالط. انا ما نجمش ديجا انا اعطيتك 18 19 20 مع خاطر مش كيما انت قبل كيما تو تبني. انا قبل مثلا كنت نخرج، كنت نقابل، كنت نعرف عبيد. ملي دخلت للدومين هذا ريسك ما عادش نخرج جمله. انا شوف اجي نفسر لك موضوع. انا واحد من الناس وصلت نسرتني نيفو راني ما عاد نحب نقابل حتى واحد. علاش؟ خاطر العباد اللي نقابل فيها كلها رعايه، باش تعرفني على عباد رعايه فاهم. انا اش عملت شكون ليلي يا ليلي يا عيني
اسمع، شو رايك في موضوع موضوع شنو؟ نكملوه المره الجايه؟ صح بس ما فيش نحكيو. بالرسمي مش كنا نحكي ولا على بركه. تخيبت للدنيا وما عنديش موضوع. مش بالتي الكل محبس الدخل